ربنا بيقول: ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. اوعى يا جماعه تكونوا من القاعدين، يا جماعه اوعى تكونوا من القاعدين في رمضان. مش هقولك في الايام العاديه وانك تجتهد في حياتك وانك تستسلم. اوعى تستسلم في رمضان للافلام والمسلسلات وتضييع الوقت والخيم الرمضانيه وانك تعمل كذا والست اللي بتطبخ والولايم والعزومات والكلام ده. رمضان مش لكده، رمضان للاجتهاد للعباده يا جماعه. من خاب وخسر من ادرك رمضان ولم يغفر له. رمضان شهر المغفره، ما تضيعش المغفره دي بالافلام والمسلسلات اللي انتوا بتقعدوا تتفرجوا عليها. ما تضيعش عباداتك. على فكره يا جماعه، من ضمن العباده غض البصر، من ضمن العباده عدم تضييع الوقت فيما حرم الله. الافلام والمسلسلات دي حرام. الناس دي شياطين عايزين يضيعوا منك رمضان، عايزين يضيعوا منك العبادات. بدل ما تقعد مع الناس اللي قاعده بتتفرج واستسلمت خلاص، قوم انت اجتهد. اوعى تكون من دول، اوعى ترضى بالقعود، اوعى ترضى بالقعود. زي يعني في ايه في برضه في سوره التوبه، وقعدوا كانوا بيقعدوا مع القاعدين. خلاص الناس دي استسلمت، هم مش عايزين يخرجوا، وكانوا بيبرروا ده. يعني شوفوا سبحان الله التبرير بتاعهم ايه. لا تنفروا في الحر قل نار وجهنم اشد حر لو كانوا يفقهون. مش هتطلعوا معايا غزوه عشان الجو حر، لا خلاص خليكم قاعدين، بس نار جهنم اشد حر لو انتوا عايزين ده. اوعى انتوا كمان تستسلموا لده، اوعى تستسلموا للناس دي. والله الناس دي هتضيع دينكم، هتضيع اخرتكم، هتضيع دنيتكم، هتضيع اخرتكم. ده لوحدها كفيله انك تقول ستوب، انا مش هتفرج. ستوب، ولا مداح ولا غير مداح ولا الكلام ده كله، ولا تستسلم للصفحات بتاعت السوشيال ميديا اللي عماله تتكلم عن المسلسلات. شفت المسلسل، شفت مش عارف ايه عامل ايه والكلام ده كله. الكلام ده هتتحاسب عليه قدام ربنا. اوعى تكون من المحرومين، اوعى تكون من المحرومين اللي زي الناس اللي قعدت. اوعى تقعد انت كمان وتكون من الآية دي كره الله بعثهم. ربنا كره عشان انت اخترت انك تقعد، فربنا كره انك اصلا تتحرك للعبادات، تتحرك للاجتهاد. ارجع وتوب لربنا. الفرصة قدامك، رمضان لسه ما خلصش، ماشي فات تقريبا اهو، احنا في الليلة الخامسة. اوعى تضيعها منك وتكتب من العتقاء من النار. السلام عليكم.